الموضوع انتشر انتشار كبير جدا جدا، وبتاع ترامب وبنته ومراته، لدرجة في شاب سعودي طلع قال يا جماعة عيب اللي بيحصل ده، عيب. مساكم الله بالخير. مثل ما أغلبكم يعرف، اليوم وصل الرئيس الأمريكي للرياض، وطبعا هذه الزيارة مهمة جدا لأسباب كثيرة. أولا لأنها أول زيارة خارجية للرئيس الأمريكي، ولأن راح يكون فيها اجتماعات وقمم كبيرة جدا راح تغير مجرى السياسة في المنطقة. لكن للأسف اليوم وصل في تويتر هاشتاج بنت ترامب للترند من مقاطع وتغريدات مخجلة وتفشل. كل هذا نعديه، لكن المشكلة والمخجل لما الصحافة الأمريكية تلاحظ هالهاشتاج اللي واصل الترند وتتكلم عنه. ممكن بعضنا يقول كيف راح يعرفون؟ ما يدري ان هذا الحدث جميع العالم تشوفه، جميعهم يروحون لتويتر ويختارون الدولة السعودية عشان يشوفون الهاشتاجات اللي واصلة ترند، لأنها تهمهم كمادة إعلامية عندهم. فلما يشوفون الهاشتاج هذا واصل الترند الثاني في السعودية طبيعي راح يتكلمون عنه. البعض منا للأسف ما عنده الهم الوطني ولا مسؤولية لحجم هذا الحدث التاريخي، لكن مسؤول فقط لتشويه الصورة. عموما دورنا الآن المشاركة في هاشتاج قمة الرياض والقمة السعودية الأمريكية بالشيء الإيجابي وبما ها بغض النظر عن أهمية القمة يعني الكلام ده، لكن ولا قمة الرياض ولا الهاشتاجات اللي الشاب المخلص سياسيا ده حد يهتم بيها خالص. ازداد الضغط على بنت ترامب لدرجة ان بدأ يجي لها عروض زواج، فعلا بدأ يجي لها عروض زواج، والناس بدأت تشاهر ده وتعمل فيديوهات تناشد فيه ترامب ان يجوزها بنته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسا على مولاي خادم الحرمين الشريفين، واطلب جاهه وجاهه وتكفى يرعى الحزم والعزم. ابي اطلب لي بنت يد الرئيس ترامب الرئيس الامريكي، ابي كان على سنة الله ورسوله. انا المواطن بدر بن فهد بن عبد الله الويصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسا على مولاي خادم الحرمين الشريفين، واطلب جاهه وجاهه وتكفى يرعى الحزم والعزم. ابي اطلب لي بنت يد الرئيس ترامب الرئيس الامريكي، ابي كان على سنة الله ورسوله. انا المواطن بدر بن فهد بن عبد الله. يلا يا بدر، يلا يا بدر، هم هيبتوا في طلبك ان شاء الله على سنة الله ورسوله. الموضوع ما وقفش عند كده، شخص اخر مواطن عربي اخر اعلن بناء مسجد من اجل بنت ترامب عشان لعله يكفر سيئته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا المسجد هذا بنيته باسم الغالية ايفانكا تزامنا مع زيارتها للمملكة العربية السعودية، لعلها تجد في الآخرة عمل صالح يدخلها الجنة بإذن الله. أخوكم أبو سعد. جزاكم الله كل خير. هموت يا ناس. منطقة يقول لك في بعض التعليقات دلوقتي اللي بقدر أصدقائها جدا اللي باعتينها ومشاهدينها الكرام جدا، يقول لك يا معتز يا معتز، طب معتز يعمل ايه في نفسه؟ يعني بتقول لنا الكلام ده؟ يعني بالله عليك وطن عربي كبير مش على مشارف الضياع، والله عدى مشارف الضياع. ده اهتمامات الأمة، تشعر انك بتنفخ في قربة مقطوعة لما تتكلم الكلام الجد. ازاي بدل ما الناس تفوق وتعرف وتتعامل مع المشهد بما يليق؟ هو دي الحكاية. واحد عايز يخطب، هاشتاج على بنت ترامب، غيرت هدومها، لا دي ضحكت لفلان، عملت لفلان. ترامب نفسه اتخنق. ولقطة الموسم النهارده، سيبك من الجد، انا عايز قال له انا جاي اهرج النهارده. لقطة الموسم النهارده هي خنقة ترامب لما اضطر يقول للعرب حكاما وشعوبا. يا جماعة عيب عيب عيب، دي ست متجوزة وعندها عيال. يعمل ايه؟ قال له يا لمبي دي شهادة وفاة بابا، يا لمبي بابا مات. ما جبتش ابوك معانا ليه؟ ما جبتش ابوك. يا جماعه الست دي متجوزه وعندها عيال. يا استاذ، يا لو سمحت يا استاذ، يا لا عيب كده، ما ينفعش. الست دي تخيل ترامب يعني ما شاء الله المنفتح جدا زي ما انت عارف، جدا جدا. وصلوا الموضوع اللي خانقه وقال لهم يا جماعه الست دي ما يصحش، والله عيب عليكم كده، الموضوع زاد. انا مروح بمليون وظيفه امريكيه. انتوا عارفين اللي امريكا لمته من القمه؟ قمه لمته من القمه. كل التحليلات بتقول ان هيوفر فورا مليون وظيفه لمواطن امريكي خلال هذا الشهر. مليون وظيفه فوريه للامريكان.
عشان احنا خلصنا، احنا ما عندناش بطاله ولا حاجه، فاحنا قررنا نستثمر في امريكا فوق ال 400 مليار عشان امريكا حقيقه تحل مشاكلها ان شاء الله، لان احنا مشاكلنا كلها محلوله. فالراجل قال لي يا جماعه حتى لو هنوفر مليون وظيفه، بس دي ست متجوزه وعندها عيال. سيده فاضله اتضايقت جدا من الموضوع